انا صعقت لما اكتشفت ان في كتير جدا من الناس بتفضل تبلبع مكملات غذائيه، ايشي فيتامينز واملاح ومعادن وهيسا واوميجا 3 ومش اوميجا 3 على اي حاجه بقى، في اي افتاء، على اي بوست بيطلع على الانستا ولا تيك توك ولا على طول يسف. فهمت ازاي؟ مش واخد في باله تاثير الحاجات الكتيره دي اللي هي ممكن ما يكونش عنده فيها نقص، بنأثرها على الكبد، الكلى، الطحال، على نخاع العظم. كل ده بيبقى فيه مشكله. عشان كده انا حضرت لكم لستة كده، ايه الحاجه المناسبه ليها. فهمت ازاي؟ يعني انا بص معايا على على البوست ده. انا هوضح وانا هطلع بره دوا بحيث ان انت تقدر تعمل ايه سكرين شوت. زي ما انتم شايفين، لما بيبقى في مثلا نوع معين من ال الاعراض زي التعب، الارهاق، فممكن اخد، مش هاخد بقى كل حاجه، مش هروح فاتحه بقى الدرج بتاع المطبخ ده ومجمعه 500 الف فيتامين واسفه. لا، في ممكن اخد فيتامين بي 12 هيقدر يصلح لي حاجات كتيره مع حاجات تانية. ضعف المناعه، فيتامين سي، جفاف البشره، ممكن اركز على موضوع فيتامين اي. ما افضلش بقى اي وبي وسي ودي وزد واو مش عارف ايه وكلام من ده، ما ينفعش. دي فيتامين د طبعا له فايده كبيره جدا على حاجات كتيره. فانا دلوقتي انا هطلع بره الفريم دوا، وانت حاول بقى تاخد سكرين شوت. فاهم ازاي؟ تخليها دايما تحفظها عندك، وحاول بقى تشير الفيديو لعل غيرك ممكن يستفيد، وتقول لنا في الكومنت اذا كان عندك اي ملحوظه ممكن تبلغها لنا، او لو معلومه زياده ممكن ناخدها احنا ونحطها في بوست جديد. انا هطلع بره الكادر اهو، وانت حاول تاخد سكرين شوت. تمام، وهنشوفك على خير.